السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل جولة في سوق الصين. ده الدراجون مارت القديم، هو في فرعين، في دراجون مارت ده ودراجون مارت 2 الاتنين جنب بعض. للي عايز يجي اكتبوا على الجي بي اس، هو مفيش محطات مترو قريبة ليه، بس تقريبا في باصات بتوصل، بس مش عارفة طبعا رقمها ولا اي حاجة عنها. لو ده اول فيديو تشوفوا القناة اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس ولايك الفيديو لو مشتركين فعلا، لايك وشير، وهستنى تعليقاتكم باذن الله لو الفيديو عجبكم. وتعالوا نشوف الجوله سوا. وفي هنا المحل ده طبعا ده بيتسأل عليه كتير قوي، ان في من الاماكن اللي بتبيع حاجات اطفال والام والطفل. في هنا دي اسعارها الكبير 50 والصغنن بيبقى 35، يعني في كل المقاسات للصغنن. انا هحاول اصور لكم اغلب الموديلات. وفي تشكيلات تاني يعني بيقول كمان يومين هتيجي، وفي الوان اهي من الموديلات. وفي رجالي برضو للكبار والصغننين من كل الموديلات. في الوان تانية يعني مش الالوان المعروضه بس، كل موديل في منه كذا لون. ده كمان من بيتي تقريبا اهو. في البيج كل ما عمل كان صغنون، في منه كبير. الموديلات اللي معاها الملكان الصغنون في منها مقاسات الام والطفل، والملكان اللي لوحده ده مقاسات كبار بس، يعني ده مقاس كبار بس كبير بس. وال 2 اكس لارج بتاعه كبير، بيلبس اوزان يعني 100 كيلو. الحاجات دي مصري وجايه من مصر، اغلبها جاي من مصر. جميله. ثواني يا جودي. حاضر يا ماما. ثواني يا جودي. في كل الالوان من كل الموديلات. والوان جميله فاتح وغامق. طبعا هنا كل اللي موجود ده حاجات بيتي، مفيش خروج. في محلات تاني فيها حاجات خروج، هحاول اصور لكم فيها برضه. يعني بيتي دي جميله، النقشات بتبقى نفس النقشه بس الوان مختلفه. ده الرصاصي. دي الوان الموديلات، يعني دي مش عارفه اني بالظبط. دي من بيتي. الالوان اللي دي على بيتي الكحلي دي اللي فوق اللي هي من بيتي. ودي تلبسها كبير برضو. دي ربع كم، في حاجات كم نص كم كمان. دي الحاجات الرجالي طبعا، في منها الاب والطفل. في كمان الحاجات دي الالوان بتاعت الموديلات المعروضه فوق. ثواني يا جودي. واغلبهم هنا جل. ده لا، ده حاجات اقطان. ودي الوانها. انا صورت لكم المحل ده لما بندخل من باب اتش بي، في القسم اللي هو يعني واحنا داخلين على الباب بيبقى مكتوب الملابس الجاهزه. في هنا ده محل اطفالي، ده بعد المحل اللي صورته معاكم اللي هو بتاع العبايات. في الحاجات دي في الحاجات دي
الاسعار هنا يعني الحاجات دي في حدود 120 و100. هي بس الخامه بتاعت القماش حلوه قوي والموديلات يعني كويسه. زي ما احنا شايفين اهو. في منها الوان، ده من غير الشغل اللي هنا، ده في شغل في النص ده من غير. المقاسات ده في منه 120 سنتي و160 سنتي. الاسعار من 60 ل 120، اقل حاجه 60 واكتر حاجه 120. في اولادي اهو، طبعا كل البنوات بيحبوا الحاجات دي. ده الاولادي بس معرفش اسعاره ايه، الاولادي ما سالتش عليه اهو. دي الاسعار، التيشيرت مكتوب عليه 20 درهم. ده لبناتي، ده عامل 80. ده مش فستان، ده زي ما احنا شايفين بنطلون. هنا الحاجات البيتي كده، ده البيتي. كل الجنب ده حاجات بيتي. حاجات للبيت جميلة وخامتها حلوة جدا. كل دي بيجامات. ده هنا ده الدراجون القديم مش الجديد. الجديد انا صورت معاكم فيه فيديو قبل كده. في موديلات كتيرة جدا، حاجات بيتي كتيرة قوي. في دي جميلة، في هنا ده محل فيه ديكوريشن وحاجات خاصة بالمطبخ وبالبيت وكده، بس حاجته شيك جدا. عموما هنا الحاجات يعني شيك قوي. دي الحاجات اللي بتتحط في الكوفي كورنر. الساعات دي they can buy what they want. I would give them sweets like chocolates or whatever. الصواني دي جميلة جدا. دي صواني اهي، مش عارفة واضحة كويس في الكاميرا او لا. وفي الاطقم دي، في مرايات اهي. اطقم شاي جميلة خالص وذوقها يعني رايق جدا. وفي بالبرادة اهي، دي من غير. وفي دي للتقديمات للضيافة.
هنا دي الشاي، اللي باكيتات الشاي حلوة قوي. وأطقم قهوة وشاي وسكر، ومعاهم العلبة اللي بيتحط فيها الخبز. في بالحامل، يعني ده بالحامل بتاعه، وده من غير، ان الخبز تحتيه، علبة الخبز تحتيه والعلب فوقيه، حسب يعني اي حد حابب ايه ديكوريشن يبقى عنده. وفي الساعة دي خاصة بالمطبخ جميلة جدا. وهنا برضو دي حاجات تقديم زي ما احنا شايفين اهو. دي برضو دي حاجات فوقيها محطوطة اهي، ده شكلها. ودي بتاعة تورت او كب كيك او كده. الاسعار ايه مش عارفة لان المحل زحمة، فانا مش قادرة يعني اسأل. انا سألت بس على الكوفي كورنر الطابلوهات بتاعته، قال لي من 80 ل 120 حسب الشكل. طالعة قوي الحاجات اللي هي الصواني اللي القاعدة بتاعتها ازاز اهي، زي دي مراية، مش ازاز، مراية. دي حاجات تقديم. الفلامينجو ده في منه بيبقى، بس مش عارف فيه هنا ولا لا، بتبقى اطباق تقديم اهو، بتبقى اطباق تقديم ومجات يعني بيبقى منها طقم كامل. لو شفت بقية القطع صورها لكم. الحامل ده ممكن يبقى حامل شموع او حامل توابل، بس هم هنا حاطين فيه شموع اهو، حاطين فيه مجات. وفي هنا طقم الشاي ده بالمعالق بتاعته، شكله شيك جدا. هو غامق بس يعني شكله مختلف. طبعا سوق الصين كل محل فيه بيبقى فيه ديكورات وحاجات مختلفة، يعني اي حد عايز اي ديكوريشن للبيت، للمطبخ، لأي حاجة هيلاقيه. هي دي القطعة ب25 والقطعتين ب30. هنا دي الثلاث قطع ب100 درهم، والقطعة ب45. طبعا بقى فيه الورود والحاجات دي اهي. في هنا المحلات دي بيبقى فيها العبايات دي خامتها قطن، حاجات خفيفة كده يعني. دي الخامة بتاعتها، ودي الواناتها، بيبقى فيها كل المقاسات طبعا. عموما الواناتها كلها بتبقى في الاغلب حاجات منقوشه كده، ما بيبقاش فيه يعني الوان هاديه او ساده او كده. دي الالوان بتاعتها. في الحاجات دي حاجات بيتي برضو، بس ده مش قطن، لا قطن الخامة دي. الحاجات المنقوشة دي ال4 حبات ب100. ده مش عارف كام هذا؟ على 120 اسوي لك ديسكاونت اذا عايزة. اوكي.
ده ب120 وممكن تعمل تخفيض، يعني ممكن يبقى في حدود 100. الحاجات دي في منها حاجات قطعتين وفي حاجات قطع، يعني ده قطعتين، خامته حلوة جدا. وفي هنا بناطيل للأطفال، الحاجات اللي بتلبس تحت الفساتين، ال4 قطع ب100، يعني الواحد ب25. لا والله لا شيء تراني اذا حطيت الماي والملح بعدين في المحل ده كل الحاجات اللي فيه ستايل تركي، او تقريبا يعني كل الالوان اللي فيه على بينك اصلا. حاجات شيك جدا، الحاجات دي حجمها صغنون يعني بتاعت فرد، مش صواني كبيره. الطقم ده ب173 درهم، وده ب173، وده الطبق ب15، والكبير اكيد سعره مختلف. ده برضو الطبق ب15، ودي بتاعت العيش ب105. وده طقم الشاي والقهوة والسكر، حاجات شيك جدا. دي علب توابل، لا دي كوبايات بالغطا بتاعها. دي علب توابل. المحل هنا كل الوانه يا ابيض يا بينك، مفيش الوان مختلفه. في هنا حله صغنونه كازاريلا وطاسه، وده برضو لونه بينك بس مش ظاهر في مش عارف لونه مختلف في الكاميرا، لونه بينك هادي خالص. في هنا الحاجات دي بتاعت الايس كريم للاطفال وكده، طبعا الصيف داخل، شكلها شيك جدا. الحاجات دي ده بيتمسك بيها الطباق لو حاجة سخنة او كده، جميلة جدا. يعني اللي عايز يغير مطبخه يجيب حاجات على بينك وعلى ابيض وعلى يعني حاجات تركي. المحل هنا جميل واسعاره حلوة. هتلاقوه برضو في نفس اللي هيدخل من الباب اللي خاص بالملابس، دي مصفى والجزء اللي معاها من تحت علشان تتصفى فيه الحاجة، يعني قطعتين.
وفي هنا علب بهارات. دوارق شكلها رايق جدا. مصافي تاني اهي. دي فكرتها حلوة علشان لو بنصفي حاجة ما تقعش، دي فكرتها جميلة. طبعا في محلات هنا فيها تشكيل مختلف، يعني حتى المحلات اللي بتبيع الديكوريشن سهل ان تلاقي حاجات مختلفة في كل محل، يعني الحاجة مش متكررة. دي الميزة اللي هنا، حتى في محلات الملابس في كل حاجة. يعني انا شفت كذا محل بيبيع حاجات خاصة بالمطبخ، ما فيش تكرار اصلا. في هنا الطقم ده للأطفال جميل، 4 مجات، الستاند بتاعهم مرسوم عليه بيبا بيج. وفي هنا طبعا فوط وحاجات كده. في مجات اهي، مجات معاها المعلقة بتاعتها. يعتبر كل ستايل المحل تركي. طقم حمام ال3 ألوان دول. حاجات شيك جدا والوانها جميله وهاديه وذوقها يعني حلو قوي. في هنا ده برضو محل فيه حاجات تركي واسعاره حلوه جدا. الحاجات دي اهي زي ما احنا شايفين. طبعا عنده تشكيل كبير، وفي عنده ساعات اهي تنفع للمطابخ. الحاجات متوسط اسعارها، بس طبعا يعني هقول لكم في العموم كده يعني 30 درهم و40 درهم الحاجات دي. وده بتاع التقديم عامل 25 درهم. في هنا الحاجات الصغنونه دي. Andyan ba si Nabil? Ba't saan ba nagpunta? Kasi dito, busy dito. وفي هنا دي عامله 35 درهم بتاعت الشاي، بتاعت الشاي.
والاكبر اللي هي ال9 اماكن عامله 50 درهم. شفتي الحصالة دي؟ في هنا الشيفات. جميلة صح؟ شوفي ماسك لوحة. ماشي. شايفة الشيف القاعد على الحشرة. شايفة الشيف في دي جميلة، دي بيتحط فيها بكر المناديل. بص في هنا اشكال كتيرة للشيفات اهو، ده حجمه كبير. وفي شيفات اهي للمناديل برضو اهو زي ما احنا شايفين. كل الحاجات الصغنونة اهي موجودة في الحاجات دي. في دي حاجات مطبخ، دي بيبقى فيه منها المجات بتاعتها، وبيبقى فيه يعني الذرة او كل حاجة خاصة بالفلامينجو، وبيبقى فيه اطباق. دي جميلة قوي، حلوة جدا بالشاي، واحلى كمان من اللي هي الثانية. فكرتها جميلة ومش بتاخد مكان كمان زي التانية. في هنا الحاجات دي في معالق الحاجات دي، بس الحاجات دي بتبقى مش عملية، بتبقى شكل بس. مش عارفة طبعا ايه اسعارها. دي بيبقى فيها اضاءة وهي شغالة بتبقى شكلها جميل. في ساعات تانية اهي، في حاجات كتيرة جدا انا بحاول اصور لكم على قد ما اقدر لان المحل مليان حاجات. كله تعتبر حاجات للمطبخ، وفي حاجات يعني تانية غير المطبخ. اهي دي جميلة قوي لما يتحط فيها الصور. بحب انا الحاجات دي، بحسها بيبقى يعني اللي يبص ليها بيحس بسعادة كده. حاولت اديكم فكرة عن اغلب الحاجات اللي موجودة هنا. طبعا في محلات حاجات تاني كتير انا ما صورتهاش لسه، مش عارفة الحق اصورها ولا لا لان شحن الموبايل يعني قرب يخلص.
في هنا برضو ده محل فيه حاجات ديكوريشن كده خاصه بالمطبخ، بس ده مش كل الالوان زي المحلات التانية اللي صورتها لكم، يعني ده عادي فيه حاجات مختلفه. ده طقم الحمام، في الحاجات دي. وده طالع يعني شيك جدا، في منه اللون ده وفي ده، وفي بيبقى منه البينك ساعات، لو لقيته هصوره لكم. الالوان دي حلوه جدا في الحقيقه، بس هي في الموبايل مش ظاهره كويس، في الكاميرا مش ظاهره. I know, they're not sure. You know the song? At the door. في الطباق دي دي في الاغلب ديكوريشن مش استعمال. ده شكله شيك جدا. الحاجات في سوق الصين ميزتها ان هي مختلفة، يعني بيبقاش اشكالها غير الحاجات اللي بنلاقيها بره، بيبقى في حاجات اذواقها جميلة. في حاجات جرانيت اهي، جميلة اوي الحاجات دي، حجمها صغنونة وشكلها رقيق اوي. الفكرة بتاعت المعلقة جميلة جدا، ان هي تقف كده. كل الحاجات هنا في هنا الحاجات دي احجامها صغنونة بتاعت فرد، دي جميلة. كل الحاجات دي احجامها صغنونة. كمان في يلو، في الكب عليها البني يلو يونيكورن. ممكن نشرب فيها قهوة، شاي، نعناع، أي حاجة، كرك، نسكافيه، أي حاجة. نديها من أكثر حاجات نقفلها. شايفين فكرة ده حامل كوبايات كده، هي لو بتقعد فيها مشروبات تفضل. في المجات دي شفناها قبل كده في محل تاني. هنا نفس الفكرة بتاعت المعالق. What's your birthday? What's your birthday? This one. ده لونه مختلف شوية. وفي هنا الأطقم دي، وفي الكوبايات البيضة سادة ومن جوه لبني، فيها القهوة. في هنا الحاجات دي لتقديم البيتزا. جزر الموز، فيها جزر، في الجزر الأبيض رادش، في جزر وفي أطقم سكاكين اهي، بس الإضاءة مش موضحين كويس. في شاي لون زيتون، في فرش. ده كله مقاس واحد، مفيش أكبر وأصغر. تقريبا سكنات، وفي فرش، وده فيها أي مواعين. هنا أطباق. وفي الطقم ده. هنا دورة، هنا الحاجات اللي زي في مانجا، شايفين البرتقال.
هاتيه جدي لحسن يكسر. ايوه فعلا كبير تقيل. شايفين دي من الرخام ودي كده، يعني احنا بنعملهم كده. في هنا مجات اطباق تقديم، اطقم شاي، الصينيه بتاعتها، الاطقم دي كانت جولتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بيها، ولو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات، وهستنى باذن الله ارائكم فيها. ولو عاوزين جولات في اي اماكن تانية ان شاء الله هنصور سوا، اكتبوا لي وباذن الله نصور مع بعض كل حاجه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.